السلام عليكم ورحمة الله. صدق أو لا تصدق، النادي الأهلي وصل للدور الأربعة في دوري السوبر الأفريقي. صدق أو لا تصدق، النادي الأهلي عدى النهاردة في استاد القاهرة من فخ سيمبا التنزاني. حقيقي الماتش مفهوش كلام كتير نتكلم فيه. لو اتكلمنا الأداء فردي، مفيش جماعية، اللعيبة كل واحد بيلعب لنفسه، نازلين بداية المباراة مطمنين ان هم عدوا للدور اللي بعده، مطمنين ان نتيجة 2-2 هناك يكفيها 0-0 هنا، مطمنين ان اي تعادل سواء 1-1 او 0-0 يوصلهم للدور اللي بعده. غايب عنهم نقطة مهمة جدا، ان لو سيمبا التنزاني قدر يخطف جون هو اللي يوصل مش انت. فسيمبا يكفيه 1-0 اللي هو يعمل عليك فرق هدف. انت بتعتمد على ان انت 2-2 وتتعادل باي شكل، سواء 0-0 او 1-1 او 2-2 هتبقى تلعب ضربات جزاء. فانا مش عايز كده، يعني مش ده الاهلي، مش ده اللي هو بطل افريقيا، مش ده اللي واخد بطوله افريقيا 11 مره. النهارده بسبب اداء النادي الاهلي وبسبب اداء الجهاز الفني مع اللعيبه، في شكوك في فندق الاقامه في النادي الاهلي ان الناس دي وهم بتقدم لهم الاكل حطت لهم حاجه اصفره. الحاجه الاصفره دي اثرت على اللعيبه وعلى مستواها وعلى ادائها، باستثناء محمد عبد المنعم، علشان سبق وانتقدناه في الفزلكه بتاعته. لا، النهارده محمد عبد المنعم كان راجل، باستثناء برضه كوره واحده قعد يحجز عليها وياخد المهاجم في ظهره على ما توصل للشناوي، الا ان المهاجم وصل لها ما بين الاثنين. ولو المهاجم ده بعد ما حط رجله موجهها ناحيه الجون كان زمانها بقى الجون لسيمبا التنزاني. هل الموضوع ينتهي عند كده؟ لا 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 لا، ده سيمبا اصلا جاب جول وتقدم على النادي الاهلي وحط النادي الاهلي في موقف محرج. الاهلي اتحط في موقف محرج وسيمبا قدر يتقدم عليه في الدقيقة 74 او 73 بهدف، وهدف سينمائي. مش سينمائي من حلاوته، سينمائي من الجمال والصدفة اللي فيه، ان مهاجم سيمبا يلعبها بدماغه تروح في اتجاه الشناوي بيتحرك عليه، وهي في طريقها تخبط في دماغ زميله عشان تغير اتجاهها وتروح في الزاويه اللي جنب القائم على الثابته للشناوي. فهو جون سينمائي كده، يعني جون فيه حاجه كده تحس انها خارج الواقع شويه. الاهلي من ساعه ما دخل فيه الجون بدا يشتغل وبدا يحرك خطوطه، وبدات اللعيبه تحس على دمها ان هي في موقف محرج. 4 دقايق بالظبط الاهلي اشتغلهم كويس، نقل الكرة كويس، راحت الكرة من ناحيه الشمال لعلي معلول اللي حطها عرضيه ارضيه، قابلها كهربا ببطن رجله في الزاويه البعيده على شمال حارس مرمى سيمبا التنزاني رضا سالم. القصه كلها ان الاهلي اشتغل 4 دقايق ووقف على كده، ورجع تاني يهدي رتم المباراه، ورجع تاني يقول لك ان القصه خلصانه، وعادت ريما لعادتها القديمه. وبعد ما الاهلي احرز هدف التعادل رجع تاني ينيم رتم المباراه، ورجع تاني ينقل الكرة بينه وبين لعيبته، الا ان سيمبا التنزاني ضغط على الاهلي بشكل مبالغ فيه. ولان انا ما عنديش حاجه تانية ابكي عليها، فانا فعلا ما فيش قدامي فرصه غير ان اضغط عليك واحاول اجيب الهدف التاني. هو ده كان حل سيمبا. في الماتش اللي فات لما اتكلمنا انا جبت لكم الحوار بتاع الراجل البرازيلي، وقلت لكم ان المدرب كان بيتكلم ان هو بيهني النادي الاهلي على التعادل، وكان بيشكر لعيبته 1-1، وبيقول انا ليه ما اكسبش. تصريحاته اللي اترجمت في المواقع المصريه بشكل يعني مش مناسب للي هو قاله، او ليست على قدر الترجمه الحقيقيه. يعني الراجل ده كان بيهني النادي الاهلي ان هو تعادل، فهو جاي القاهره ومش جاي يهزر، هو جاي القاهره عشان يكسب. يعني جاي القاهره وبيلعب على المكسب على قد امكانياته وعلى قد السكواد اللي معاه، اللي كلهم على بعضهم. برضه الفيديو اللي فات قلنا ان كل فريق سيمبا التنزاني على بعضه ما جابش 8 ديانج، او هنقول 8 محمد عبد المنعم. المهم ان هم ما جابوش 8 لعيب في النادي الاهلي. انت عندك سكواد القيمه التسويقيه له بكل فريق زيمبا اللعيب الواحد بكل فريق زيمبا. ولكن روبونينهو مدرب سيمبا جاي وعايز يكسب، جاي وطمعان في الماتش، جاي وعامل حسابه ان هو مش هياخد $900,000 من الدور دوت من البطوله ويطلع، لا هو طمعان في $1,700,000،
طمعان في ال 2 مليون و800 الف دولار، طمعان في ال 4 مليون دولار، لا هو مدرب جريء. في الماتش اللي فات قدر يوقف لك الجبهات، سواء بتاعه علي معلول وحسين الشحات او بتاعه بيرسي تاو ومحمد هاني. وفي الماتش ده برضه عمل نفس الكلام. ولا انت شفت بيرسي تاو في الشوط الاول ولا شفت بيرسي تاو في الشوط الثاني. والجبهات وقفت عندك. انا عايز اتكلم على الثلاث خطوط. هتكلم على الثلاث خطوط. الشناوي مفيش مشكله، الشناوي كان كويس جدا ومستواه كويس جدا، لان هو برضه ما اختبرش اختبارات حقيقيه كتير. خط الظهر بالنسبه لمحمد عبد المنعم وبالنسبه لرامي ربيعه، لا هم ادوا النهارده اداء كويس جدا، وبرضه عملوا اللي عليهم في المباراه وكانوا رجوليين بصراحه. محمد هاني ومعلول، محمد هاني كان بيناوش على قدر المستطاع. علي معلول تقريبا انا بيتهيألي ما جاش غير في الاربع دقايق اللي الجون جه فيهم. كان من رايي ادي لكريم الدبيس تاني، ما تقعدوش، ما تحبطوش، ادي لكريم الدبيس وعرفه ان هو موجود عشان يبقى عندك تغيير في اي وقت قوي وفايتر ومقاتل معاك ان هو يلعب. ما تخليش علي معلول حاسس ان الحته دي بتاعته لوحده. هو مش مأجر شقه في راس البر على فكره. لازم 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 يحس ان في بديل له. فانت كان الماتش ده لازم تبدا بكريم الدبيس. تتفق او تختلف، انا بقول وجهه نظر. انا عندي كريم الدبيس اداني الماتش اللي فات في دار السلام اكتر من 75 دقيقه. النهارده ليه ما ادلوش على الاقل على الاقل الشوط الاولاني؟ الراجل ده هيبقى عندي تغيير فيما بعد انا محتاجه. وبعدين لعيب دولي مش لعيب محلي، الراجل بيلعب في المنتخب الاولمبي. دي حاجه تانية. تيجي لنص الملعب، هو يا استاذ كولر يا كوتش كولر، هو علشان خاطر مروان بيه عطيه قعد معاك وقال لك انا عايز العب، انا ما بلعبش ليه؟ تقوم بادئ بيه؟ انت فسيولوجيا مش عارف ازاي. هو اللي بيجي يقعد معاك بتلعب بيه؟ يعني كهربا جه قاعد معاك لعبت بيه، قفشه اتكلم مع مدير الكوره انا ليه ما بلعبش بقيت بتبدا بيه، مع ان قفشه يستاهل تبدا بيه. هو قفشه على مستوى اللي بيأدي التأدية هو بيأدي قفشه كويس. انت ليه ما يعني ليه اللي بيجي يقعد معاك بتقوم جاي منزله؟ طب اجي اقعد معاك عشان تلعبني؟ اجي انا اقعد معاك اقول لك انا ما بلعبش ليه؟ فمروان عطيه يقعد معاك، مروان عطيه مزد باص، مروان عطيه ما فيش، مروان عطيه يعني تجاوز خالص. يعني مش عارف مروان عطيه ده بيلعب كوره ازاي وازاي في النادي الاهلي، الله اعلم. تيجي على مستوى خط الهجوم بقى، طبعا باستثناء بيرسي تاو الاتوبيس بس هو ما جاش النهارده، عنده فرده نايمه. وحسين الشحات اللي كان بيساعده في تغيير الفرده. الا ان اخوك كهربا بقى اللعيب اللي لا يصلح ان يكون مهاجم، فما تلعبش بيه في مركز المهاجم، ما تفضحوش. هو راجل مش عارف يستلم كوره، ما تفضحوش. هو جناح وبيستلم وبيجري يعمل اي دريبلينج ويحطها لك عرضيه، اللي بيقابلها بيجي جون، الاثنين بيتصيطوا مع بعض. انت حاطط كهربا في مركز مهاجم، هو اصلا ما بيعرفش يستلم كوره. عشان يستلم ويوقف ما بيعرفش، والله ما بيعرف يستلم كوره. اقسم بالله العلي العظيم كهربا ما بيعرف يستلم كوره. قالب به كوره سلم واستلم، والله ما بيعرف يستلم. انتوا في ايه؟ بعيدا عن الكلام ده كله، هو النادي الاهلي وصل لدور الاربعه. وصل ازاي؟ انما على مستوى اداء الاهلي لا لعب ولا ادى ولا جه، هو بالحظ وبالصدف على راي محمد منير. فما علينا، ملوش لازمه الكلام الكتير. هو هنقول الاهلي وصل لدور الاربعه خلاص بالتعادل مع سيمبا 2-2 في دار السلام و1-1 في استاد القاهره. بس ما نقولش ان هو ادى، هو ولا ادى ولا لعب ولا جه اصلا الماتشات. النادي الاهلي مش هو ده النادي الاهلي اصلا. وحاجه عجيبه برضه عايز اقولها بسرعه قوي، هو والنبي يا كولر انت لحد الدقيقه 90 و92 ما بتغيرش ليه؟ ما بتنزلش امام عاشور ليه؟ ما بتنزلش مثلا، يعني انت موديست منزله تقريبا في الدقيقه 87 ليه؟ 87 ليه؟ عايز افهم. يعني منزل موديست في الدقيقه 87 من بعد كده ما بيتغيرش يا راجل. ده انت حتى لو عين التغييرات دي عشان تقول للناس انا بضيع بيها وقت، يلا مش مشكله هنصدقك. انما انت مفيش خالص، مفيش خالص. لعيبتك واقعه في قلب الملعب، الاهلي محتاج تغييرات. المذيع على قناه ابو ظبي بيصوت عشان تغيير، المذيع على اونو سبورت عمال يقول كولر هيتدخل دلوقتي ويعدل شكل الاهلي. كل مذيع على كل قناه عمال يقول الاهلي هيتدخل، كولر هيتدخل. انت بقى عايز عشان تظهر قدام الناس دي كلها وتقول ان انت كوتش يا ما هنا يا ما هناك ما بتغيرش؟ انت عامل لهم فجاه يعني. فاز النادي الاهلي وقدر يوصل لدور الاربعه عن طريق التعادل 2-2 هناك و1-1 هنا. انما مفيش اداء يحسب له، مفيش حاجه تترجم وتحسب له ان النادي الاهلي تعب، وان وصوله لدور الاربعه ده نتيجه تعبه ومجهوده. عموما هنشوف ان الدور نصف النهائي هتعمل ايه. يعني هنشوف كولر في نصف النهائي هيعمل ايه. ماتشات نصف النهائي اكيد هيبقى فريق تقيل. الى اللقاء في فيديو تاني جديد ان شاء الله، سواء
في الدوري المصري او في البطولات القاريه. وما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب اذا المحتوى بيعجبك.